القصة اللي أنا هحكيها النهاردة حصلت من فترة مع حالة عندي بتابعها في المصحة. مبدئيا كده وقبل أي حاجة حابب أعرفكم بنفسي. أنا آدم عبد الخالق، أخصائي أمراض نفسية وعصبية، شغال في مصحة تعتبر من أكبر مصحات مصر الخاصة. أغلب أصحابي بيحسدوني لأن سني مش كبير أوي. أنا بنيت خبرتي واللي أهلتني للمكانة اللي أنا فيها دي بنفسي، يعني ما سبتش كورسات ولا دورات تدريبية ما خدتهاش. عملت كذا دبلومة بره، والحمد لله ربنا كرمني بوظيفة في ناس أكبر مني سنا لسه ما وصلتش ليها. عارف إن اللي قلته عن نفسي مش كفاية، بس مع الوقت هتعرفوا عني كل حاجة واحدة واحدة. علشان ما أطولش عليكم، الحكاية اللي أنا هحكيها النهاردة بطلتها نون. هي حالة من نزلاء المصحة، سامحوني مش هقدر أقول اسمها حفاظا على خصوصية الحالات بتاعتي، بس مجازا كده علشان محدش يتوه مني خلينا نقول إن اسمها نانسي. الموضوع كله بدأ بمكالمة تليفون الساعة 10 الصبح من مدير المصحة. آدم، تعالالي حالا يا آدم، أنا عارف إن النهاردة أجازتك، بس في حالة جديدة محتاج إنك تتابعها. طبعا أنا ما كدبتش خبر، حاجة زي دي لا يمكن أفوتها. قفلت معاه ولبست ونزلت على طول. بس وصلت المصحة بعد ساعة ونص، كان الطريق زحمة، وعلى طول دخلت لمدير المصحة واللي وصاني على الحالة. قال لي إنه اتكلم مع الشخص اللي معاها ورشحني إن أنا أتابعها. أنا واثق فيك وفي خبراتك، وريني همتك يا بطل. قال لي إنها مستنياني في أوضة الكشف، وأنا داخل لمحت راجل قاعد في أوضة الانتظار بره. رجحت إن ده مع الحالة اللي جوه. ميلت على الممرض وسألته هو مين ده؟ قلت علشان أتأكد. قال لي إن هو تبع الحالة اللي جوه زي ما كنت أنا متوقع. دخلت وقلعت الجاكيت وقعدت قدامها. كانت باصة في الأرض وعمالة بتفرك إيديها ببعض. تقريبا ما حسيتش بيا أول ما دخلت. كانت سرحانة، شكلها مبهدل، رغم إن الشخص اللي كان في انتظارها بره باين من هيئته إنه شيك قوي، وعينيها تحتها هالات سودا. واضح إنها بتعاني من الأرق، ونومها متقطع. وشها كان شاحب. كانت لابسة هدوم كتيرة رغم إننا كنا وقتها في فصل الصيف، زي ما تكون قصدة تداري نفسها. كان في خصلات كاملة في شعرها لونها أبيض. بصراحة ما كنتش عارف ده نوع من أنواع التقليع اللي البنات بيعملوها، ولا في سبب تاني هيظهر لما تبدأ تتكلم معايا. خبطت على المكتب بالراحة، فخدت بالها إن أنا موجود. ابتسمت بهدوء ورحبت بيها، وطلبت منها إنها تحاول تتخلص من التوتر اللي كان باين عليها، لأنها كانت بتفرك كفوف إيديها وعينيها كانت بتمسح المكان كله. شجعتها تحكيلي عن السبب اللي جابها المصحة دي، لأن طبيعي لازم أدي تقرير شامل عن الحالة وأقيمها وأعرف هي بتعاني من إيه، وهل وضعها خطير يستاهل تدخل المصحة ولا لأ. بدأت تجمع الكلام وبصت في الأرض وقالت لي نانسي، ده اسمي، أنا من محافظة وسكتت. كملي يا نانسي. خلينا نفترض مثلا إنها المنوفية، علشان مش هينفع أفشي أسرار الحالة بتاعتي زي ما انتوا عارفين. أنا عندي 22 سنة، في كلية سياسة واقتصاد. كان المفروض إن دي آخر سنة، بس نطقها كان تقيل، والكلام كان طالع منها بالعافية وشبه متقطع. كانت كل شوية تبص حواليها في الأوضة وترجع تاني تبص في الأرض. خدت نفسها وطلعته مرة واحدة وبدأت تتكلم. أنا بنت وحيدة، متدلعة، طلباتي كلها مجابة، مستوانا الاجتماعي كويس جدا. الحكاية بتاعتي بدأت من 3 سنين، وتحديدا من بعد امتحانات الترم الأول في سنة أولى جامعة. كانت كل حاجة ماشية زي الفل لحد ما قابلت كامل، شاب ما فيهوش أي غلطة. أول مرة أشوفه وأعرف إنه زميلي في الجامعة.
كان معايا في اللجنة أيام الامتحانات. أنا فاكرة أول مرة كلمني فيها وسألني عن إجابة سؤال ما كانش عارفه. يومها قلت له الإجابة وشكرني. ما كانش موقف وسؤال عادي، أنا وقعت في حب كامل من يومها. حاجة جوايا كانت بتكبر، ما قدرتش أسيطر عليها ولا أتحكم فيها. حاولت أقرب منه مع بداية دراسة الترم التاني، واكتشفت إن كل بنات الدفعة بتتقرب منه، بس هو ما كانش معبر حد. ودي حاجة خلتني أحبه أكتر وأتعلق بيه أكتر، لحد ما شفته في مرة ماشي مع بنته وبيضحك. حسيت إنه هيغمى عليا من الغيرة عليه. حاولت بعد كده أكتر من مرة إن أنا ألفت انتباهه، ورحت له وكلمته، بس هو عادي اتجاهلني. وقتها ميار صاحبتي الوحيدة قالت لي إن ده حب من ناحيتي بس، ونصحتني ما اتعلقش بيه أكتر من كده وأحاول أنساه، لأنه بيحب بنت اسمها ريم. ما عجبنيش كلام ميار وقتها. اتخانقت معاها يومها في كافيتيريا الجامعة وسبتها ومشيت وأنا بعيط. وصلت البيت وكنت منهارة. حبست نفسي في أوضتي وقعدت يومين لا باكل ولا بشرب. ما كنتش بطلع من الأوضة ولا بكلم حد، لحد ما كنت بفتح النت صدفة علشان أشوف الأكاونت بتاعه وأطمن عليه. لقيته منزل صورة ليه مع البنت اللي كان بيضحك معاها واللي كان اسمها ريم. قفلت الفيس ورميت الفون على السرير. مسحت دموعي وخفت يكون باظ من الهبدة اللي هبتها له. قلت أشوفه وأطمن عليه. كانت صفحة السيرش مفتوحة على جوجل. طمنت إن الفون بخير وقفلته وحطيته جنبي. وفجأة لمعت في دماغي فكرة شيطانية. مسكت الفون تاني وفتحت اللوك وجبت صفحة جوجل وكتبت في مربع البحث طريقة تخلي الشخص اللي بحبه يحبني. دست على علامة البحث وأنا كل أملي متعلق بالنتائج اللي هتظهر قدامي. وفجأة ظهرت قدامي صفحات كتير أوي. بدأت أدخل على كل صفحة وأقرأ المكتوب فيها. كان الأغلب مقالات عادية بتعلم البنات إزاي تتكلم وإزاي تلبس علشان تلفت انتباه الشخص اللي هي عايزاه، وده أصلا موجود فيا. وقفت كلامها وبصت على نفسها. قالت لي بصوت غالب على العياط: ما تحكمش على شكلي دلوقتي، أنا كنت من أحلى البنات اللي موجودين في الجامعة، بس اللي حصل وبيحصل ما كانش سهل عليا. وقفت كلام ورجعت تعيط. سبتها خالص تخرج كل طاقة الحزن اللي عندها. ما كنتش عايز أكبتها، كنت عايزها ترتاح. مسحت دموعها وقالت لي وهي بتضحك بخيبة: لحد ما لقيت إعلان على صفحة لشخص بيساعد على جلب الحبيب وتيسير الزواج. كنت مصدومة، بس فتحت صفحة الشخص ده وقعدت كذا دقيقة مركزة فيها، وقريت تعليقات الناس اللي بتتهمه بالكذب والناس اللي بتصدق على كلامه وبتشكره. كنت حقيقي محتارة، هو أنا ممكن أروح لدجال؟ ممكن الموضوع يوصل بيا إن أنا ألجأ لحد كده علشان كامل للدرجة دي أنا بحبه؟ ساعتها ما فكرتش كتير، أخدت قراري ودخلت بعت رسالة على الصفحة، وفي ثواني كان الرد جاني. كنت مرعوبة حتى أفتح الرسالة لا يطلع الموضوع نصب وأتعشم على الفاضي. فضلت شوية مترددة، بس في الآخر حب الكامل حتى لو من طرف واحد كان أقوى مني. عماني خلاني أفتح الرسالة وأتكلم مع الشخص الغريب ده. سمع قصتي للآخر، وبعد كده قالوا إنه يقدر يخلي كامل يحبني وما يشوفش بنت غيري. ده مش بس كده، ده كمان يتجوزني في خلال كام شهر. كان في جوايا صراع ما بين اللي مفروض أعمله واللي ما أعملوش. كنت تايهة، وخصوصا لما عرفت إن مكان الشخص ده في القاهرة، وتحديدا منطقة الزمالك. بدأت أرجع الجامعة وأخرج من حبستي. روحي كانت بتتحرق كل ما أشوفه مع نفس البنت وبتجاهلني. يمكن ده خلاني أصمم أكتر إن أنا أخده منها وأخليه يحبني أنا وبس، ما يشوفش غيري. رجلي خدتني الكافيتيريا الجامعة. كنت بدور في اللي قاعدين عليها. هو أنا حد انطوائي جدا. ميار تعتبر صاحبتي الوحيدة. كنت عارفة إنها زعلانة مني وقررت أصالحها. قربت من الترابيزة اللي كانت قاعدة عليها
وخبطت على كتفها بالراحة. بصيت لي كده بنظرة كلها عتاب. سحبت كرسي وقعدت جنبها. ما كنتش عارف أبدأ منين، بس كل اللي قلته ليها إني بحبه، وبدأت أعيط. طبطبت عليا وحاولت تواسيني. قالت لي أنا لو بإيدي حاجة يا نانسي كنت عملتها، على الأقل علشان أريحك من اللي انت فيه، بس ما ينفعش ترمي نفسك عليه أكتر من كده. ساعتها مسحت دموعي وضحكت. قلت لها مين اللي قالك إن هرمي نفسي عليه تاني؟ بكرة هو اللي هيجري ورايا ويتحايل عليا علشان أكلمه. بصيت لي وهي مستغربة وسألتني وانت كويسة؟ قلت لها بصي، بعد المحاضرة هفهمك كل حاجة، يلا بينا ندخل. والأول مرة أعدي من جنبه وأتجاهله، ده أنا حتى ما بصيتش ناحيته. ميار استغربت، كانت قاعدة على نار علشان تعرف إيه اللي بدل حالي كده. ركزت في المحاضرة وما بصيتلوش ولا همني حتى وجوده، قريب أصلا هيبقى ليا ومعايا. كنت بضحك كل شوية وابص لميار اللي من أول ما المحاضرة خلصت سحبتني من إيدي زي العيالة الصغيرة وطلعت بيا بعيد عن المدرج، وطلبت مني أحكي لها إزاي وإمتى اتغيرت وبقيت كده. شاورت لها علشان تهدى، وطلعنا من الجامعة وقعدنا على كافيه بعيد شوية. ما كنتش عارفة هقول لها إزاي، بس هي أكتر حد قريب مني وأكيد هتفهمني. قلت لها إن أنا لقيت الحل اللي هيخلي كامل ما يشوفش غيري. بصيت لي كده وسألتني أقصد إيه. حكيت لها على كل اللي حصل. كانت بتبصلي باستغراب شديد. هتروحي الدجال يا نانسي؟ هتروحي الدجال يا نانسي؟ ما اتكلمتش، قعدت أعيط وبس، لأن حقيقي أنا ما كانش عندي إجابة. بصيت لي وعينيها كانت مليانة دموع. أنا عارفة يا دكتور إنك هتشوفني حد ضعيف وساذج، بس ما كانش ليا سلطة في كل ده. هو السبب، هو اللي ظهر في حياتي وأنا حبيته. طب ممكن تكملي؟ فضلت أعيط لحد أما ميار ضعفت قصادي وسألتني عن مكانه، وطمنتني إنها هتروح معايا بشرط وحيد، إنها لو حست إنه شخص نصاب هنمشي ومش هنكمل ولا هنتكلم في الموضوع ده تاني. فرحت، أخيرا اقتنعت بعد ما كانت بتقول لي حرام وما ينفعش أغير مشيئة ربنا. اتفقنا وسألتني طب إزاي هنسافر القاهرة من غير ما حد يعرف؟ ضحكت، قلت لها ليه من غير ما حد يعرف؟ احنا هنقول لهم ان احنا رايحين نجيب كتب ضروري بدل ما نضطر ناخد كورسات غالية. وفعلا حددنا اليوم وكل واحدة فينا بلغت أهلها وسافرنا. نزلنا القاهرة ورحنا الزمالك تحت العمارة اللي فيها عنوان سالم. مسكت ميار ايدي وقالت لي ما تخافيش، انا جنبك. في الحقيقة انا ما كنتش خايفة، انا كنت متاخدة لا يطلب حاجة فوق طاقتي. طلعنا الدور التالت، كانت شقة على بابها يافطة صغيرة مكتوب عليها أستاذ سالم. خبطت على الباب ودقايق والباب اتفتح. كانت بنت تقريبا كده في نفس سننا. قلنا لها احنا جايين لأستاذ سالم. سألتنا لو في ميعاد سابق، فهزت دماغي. فتحت الباب ودخلتنا. أول ما دخلت حسيت بنفضة غريبة في جسمي. مسكت في ايد ميار اللي بصيتها طمنتني، وقعدنا على كراسي، والبنت دخلت أوضة موجودة على جنب. الشقة شبه العيادة. ميار قالت لي انت متأكدة ان العنوان ده صح؟ طلعت الرسالة وتأكدنا منها. قالت لي بس ده مش زي اللي بنشوفه في المسلسلات خالص. وفجأة قطعتنا البنت، قالت أستاذ سالم في انتظاركم، اتفضلوا. شاورت على الممر ووصلنا للأوضة. ميار مدت ايديها وفتحت الباب وقلبي كان بيدق جامد. دخلنا الأوضة والبنت قفلت الباب ورانا. الأوضة كانت فاضية وهادية، مش مبالغة لو قلت إن الشقة كلها شبيهة بعيادة دكتور نفسي. كان فيه شезлونج أسود وكرسي قدامه ومكتب ومكتبة عليها رفوف وكتب كتير. بصيت لميار اللي رفعت كتافها لفوق وهي مش فاهمة حاجة، وسألتني أمال فين البخور والدخان والحيطة اللي عليها روس حيوانات؟ كنت لسه هقول لها إن أنا حاسة إن سالم ده مختلف،
بس فجأة دخل واحد لابس بدلة سودا ونضارة طبية وقعد على الكرسي وبصلنا وشاور عليا وقال لي: نانسي، ودي صاحبتك ميار، انتمتك الوحيدة. كنت واقفة مصدومة، هو ازاي عرف اسمها رغم ان انا ما اتكلمتش عنها؟ ميار كانت فاكرة ان انا اللي قلت له اسمها. كنت ببصله وابصلها ومحتارة هو يعرفها ازاي. قرر اخيرا انه يتكلم: اتفضلوا اقعدوا. بص الميار وقال لها ان انا ما حكيتش ليه حاجة عنها، وبعدين بصلي وانا ما اعرفش ميار ولا حتى قابلتها قبل كده، بس اللي يخليني اقدر اخلي حبيبك ما يشوفش غيرك يخليني اعرف اسم صاحبتك، ولا ايه؟ قلت له: تمام تمام، مفيش مشكلة. حكيت له على كل حاجة من يوم الامتحان اللي شفت فيه كامل لحد امبارح. سكت شوية وغمض عينيه لدرجة ان احنا حسينا انه نام، بس فجأة جسمه اتنفض وفتح عينيه. بيحب واحدة اسمها ريم، بس سهلة، هيسيب ريم ويحبك انت يا نانسي، وانا قد كلمتي. كانت ميار قلقانة ومتوترة، وانا كمان كنت محتارة. شكله مش دجال، لا معاه سبحة ولا لابس جلابية مبهدلة. كنت واثقة ان ده نصب، في حاجة غلط، لحد ما قال لنا انه شايف الشك مالي قلوبنا وعينينا، وانه هيثبت لنا انه مش نصاب. ابتسم: انا ما باخدش فلوس مقدم وماليش اي طلبات، هتنفذ الطقوس ولما المراد هيجي ساعتها بس هاخد الفلوس. هنا انا حسيت بالراحة بعد كلامه، وان الموضوع مش نصب، وانا كده كده مش هخسر حاجة. هزيت راسي وفهم ان انا موافقة. شاور لي وقال لي: بس في شرط لازم تعرفيه، مفيش تراجع بعد ما نبدأ، يعني احنا مستحيل نوقف او انك ترجعي في كلامك، لا انا ولا غيري هنقدر نتدخل. قلت له: تمام، انا اهم حاجة عندي كامل يحبني ويتجوزني. قال لي: هيحبك وهيتجوزك، وبكرة تقولي سالم قال. اتفقنا كده على شوية حاجات هعملها خلال 7 أيام وارجع له في اليوم الثامن، وهو كده كده أكد له إنه هيتواصل معايا علشان يشرح لي طقس كل ليلة علشان ما غلطش فيهم. وفجأة نانسي سكتت، بصت حواليها تاني وعيطت، غمضت عينيها وقالت لي: أنا اللي جبته لنفسي، فتحت بوابة الجحيم على روحي، بس والله ما كنت أعرف، أنا غرضي كان خير. رجعنا تاني بلدنا، وطول الطريق كنت سرحانة، وميار حست إن دماغها تقيلة فنامت لحد ما وصلنا. كل واحدة فينا روحت على بيتها، وعدى أول يوم عادي. ميار كلمتني علشان تطمن عليا، وفضلنا ندردش شوية وقفلت. قلت لها هنام، واتفقنا نتقابل تاني يوم الصبح في الجامعة. لكن بعد ما قفلت معاها حسيت بقبضة في قلبي. حاولت أنام، معرفتش، دماغي دي مش بتقف، عينيا مغمضة، لكن في دوشة ووش في دماغي. أخدت مسكن وحاولت أنام تاني، برضو معرفتش. فضلت كده لحد الصبح. نزلت قابلتها ودماغي دي كانت هتنفجر، مفيش مسكن قادر يوقف اللي بيحصل. قعدنا في الكافيتيريا وسألتني هفطر ايه، لكن انا ما كنتش قادرة حتى اكل. طمنتني وقالت لي انها كانت مصدعة هي كمان من السفر امبارح، واول ما كلت الصداع هدي. حاولت اكل سندوتش بس ما قدرتش، حسيت ان الاكل بينزل معدتي كأنه نار. ما قدرتش اكمل اليوم، وروحت حتى بدري من غير ما اكمل المحاضرات بتاعتي. دخلت اوضتي ورميت جسمي على السرير ونمت. كنت واقفة وسمع صوت حد بيضحك، وبدأ صوت الضحك ده يعلى ويقرب لحد ما بقيت متأكدة ان في حد جنبي، حد بكره ضحكته. وفجأة الصوت اختفى، وحسيت بنفس سخن قريب مني، بس المكان كان ضلمة، انا ما كنتش شايفة حاجة. حسيت برعشة في جسمي كله، وكأني بقع من مكان عالي. وفجأة فتحت عينيا، كنت على السرير في اوضتي وتليفوني بيرن. سالم اللي كان بيتصل، اكيد بيكلمني علشان يشرح لي هعمل ايه النهارده. كنسلت عليه وخرجت اشوف في حد في الشقة ولا لا. لقيت ماما نايمة وبابا مش موجود.
ودخلت اوضتي وقفلت الباب وكلمته. طلب مني ان انا اقفل باب الاوضة بالمفتاح واطفي النور وارجع اقعد في نص السرير، وبعدها طلب مني اغمض واتخيل كامل قدامي. كنت واقفة في مكان ضلمة وفي نور ضعيف قدامي على الارض، وكامل قاعد ومتكتف وفي حد بيكويه، وجنبي سالم واقف ماسك ورقة على شكل ولد صغير بيغرز فيها الدبوس، ومع كل شكة كان كامل بيصوت. ما كنتش قادر استحمل عذابه. صوتت وترجيت سالم وانا منهارة، اترجيته انه يوقف اللي بيعمله، بس هو ما كانش سامعني وكمل. بدأت احس بالألم في نفس الأماكن اللي بيتشك فيها كامل. جسمي بدأ ينزف. حاولت اتكلم والفت انتباه سالم، لكن طاقتي كانت خلصت وانهارت واغمى عليا. لما صحيت كانت المكالمة فصلت علشان الطقس خلص، بس كان جسمي كله مكسر وبيوجعني لدرجة ان انا ما قدرتش انزل الجامعة، وفضلت نايمة طول النهار، يا دوب بقوم اكل وانام تاني، لحد ما صحيت على مكالمة سالم في ميعادها. رديت عليه وقلت له بلاش النهاردة، انا حاسة ان انا تعبانة ومش هقدر. لكن هو اصر وقال لي ان طقس النهاردة خفيف، وبدأنا في طقس اليوم الثالث. المرة دي كانت ريم هي اللي على الارض، كان حواليها كذا ظل قصير وبتردد كلام غريب، وريم سد ودانها بايديها وعمالة بتصوت، وسالم بيقرا كلام غريب من كتاب كان موجود في ايده. كان باين قوي ان سالم هو اللي بيتحكم في الظل ده. وفجأة سمعت صوت حاجة بتقع وصحيت كالعادة. كان سالم فصل الخط اول ما الطقس خلص. فضلت قاعدة على السرير وانا بحاول افهم هو ايه اللي بيحصل. اتفاجئت بتليفوني كان بيرن. كانت ميار. رديت عليها بس صوتها كان مهزوز، كانت بتعيط. قالت لي الحقي، ريم انتحرت، رمت نفسها من البلكونة ونقلوها المستشفى. ما كنتش قادر انطق. سالم اتخلص من ريم. فقت على صوت ميار وهي بتسألني اذا كنت سامعاها ولا لا. قلت لها معاكي، وانا في الحقيقة ما كنتش معاها. لما لقيتني متوترة غيرت الموضوع، وفضلنا نتكلم في حاجات تانية كتير ملهاش علاقة ببعضها لحد ما قفلنا ونمنا. اليوم الرابع اتصل بيا وقال لي ان طقس النهاردة مطلوب مني فيه ان انا اقول وراه الكلام اللي هيقوله بس. كان جسمي بيتنفض وبقيت حاسة ان الكلام تقيل على لساني. لما كنت بسكت كان بيزعقلي علشان اكمل. واخيرا خلصت وقفل. كنت محتاجة اغير جو، اشم هوا. كلمت ميار بس لقيتها تعبانة، وقررت ان انا اقضي اليوم كله في البيت. واليوم الخامس طلب مني ان انا اولع شمع واسيبه لحد ما ينطفي لوحده في الحمام، وده كان اسهل طقس. انا اوضتي فيها حمام لوحده محدش بيدخله، بس كان في صوت حاجة بتتحرك جوه الحمام من اول ما ولعت الشمع. سالم قفل بعد ما ولعت الشمع على طول، وطلب مني اسيب باب الحمام مفتوح وراقب الشمع لحد ما ينطفي. ما عداش دقايق بعد ما قفل وحسيت ان الحمام فيه ريح جامدة طفت الشمع كله، والجو فجأة برد قوي، وحد ماسكني من رقبتي وبيحاول يخنقني. كنت بعافر ومش شايفة حاجة في الضلمة اصلا، بس في حد بيخنقني. فقت وانا مش قادر اخد نفسي، وقررت ان انا بكرة هخرج اغير جو تحت اي ظرف. بقيت حاسة ان انا اوضتي كئيبة ومن جوايا ما كنتش قبلها. اليوم السادس كنت حاسة ان قلبي بيتنفض اول ما شفت اسم سالم على شاشة الموبايل، بس كان لازم ارد عليه، خلاص هانت. طلب مني اقفل الباب واقعد في نص السرير واغمض، وعاد نفس الطقس بتاع اليوم التاني. كامل على الارض متكتف وهو معاه ورقة على شكل ولد وبيشكك بالدبوس فيها، وانا كنت حاسة بنفس الألم. فقت من الطقس ده وايدي الشمال بتوجعني ومش قادر احركها. كلمت ميار وحكيت لها اللي حصل. قالت لي ان انا اتصل بسالم واسأله. قفلت معاها وطلبته. موبايله كان بيدي جرس ومحدش بيرد، وبعد كذا محاولة البنت اللي شغالة عنده ردت وسألتني اذا كنت عايزة حاجة.
طلبت منها أكلم سالم، قالت له إنه مش فاضي وقفلت. دورت على مسكن وخدته علشان الوجع اللي في إيدي ده يروح. الورم اللي في إيدي اختفى بمجرد ما نمت، وصحيت الصبح نزلت الجامعة وقابلت ميار عادي. واحنا هناك سمعنا ان ريم لحقوها ولسه عايشة، بس فقدت النطق وشكلها هتأجل الترم ده. اما كامل فشفناه ماشي مع اصحابه ودراعه مربوط. بصيت لدراعي تلقائيا وميار بصيت لي. هو نفس الدراع؟ هزيت دماغي وقلت لها اه. سألتني هو كده فاضل كام يوم ونروح لسالم؟ قلت لها فاضل يوم واحد بس. رجعت البيت وانا حاسه ان انا مبسوطه شويه اني شفته. اكلت ودخلت اوضتي. كنت مستنيه مكالمه سالم على احر من الجمر، بس المره دي كان الطقس صعب قوي. طلب مني ادخل الحمام واملى البانيو ميه وانزل فيه واكتم نفسي لاقصى مده ممكن اتحملها، واجرح ايدي واكتب اسم سالم بالدم على المرايه واولع شمعه واطلع من الحمام. بعد ما خرجت من الحمام لفيت الجرح بتاع ايدي وحاولت ادريب الهدوم، فلبست تيشيرت بكم وسمعت صوت حاجة بتتكسر في الحمام. جريت اشوف في ايه، لقيت المراية اللي كتبت عليها اسم سالم مكسورة وفي دم كتير موجود في ارضية الحمام. ايوه بس ده مش كله دمي. خفت وقعدت على السرير وغطيت نفسي. كنت مرعوبة وخايفة وفضلت صاحية لحد الصبح. ولما ميار رنت عليا لبست ونزلت لها وسافرنا القاهرة لسالم زي ما اتفقنا. ما كانش موجود، اضطرينا ان احنا نستناه. كان باين من ملامح وشه انه متوتر مش مرتاح زي المرة اللي فاتت. بصلنا بغضب. كامل ده قوي وبيحب ريم بجد. حطيت وشي في الارض والدموع بدأت تنزل من عينيا. الخادم اللي بعتهوله ما قدرش عليه، لكن هحاول تاني بخادم اقوى. بس انت تستحملي يا نانسي. مسحت دموعي وقلت له انا هستحمل اي حاجة بس يكون ليا ساعتها. ميار خبطتني في رجلي. بصلها مفيش قدامها غير انها تستحمل اللي جاي. انا قلت لها من الاول لو بدأنا مفيش رجوع. هزيت دماغي وقلت له هستحمل. ايه المطلوب مني؟ قال لي 7 ليالي كمان، بس المرة دي الخادم هيكون اقوى وهيقدر عليه. وبعد ال7 ايام دول تجيبيلي اي حاجة من قطره، لبس، هدوم، اي حاجة تخصه. مشينا من عنده وميار فضلت طول الطريق ما بتكلمنيش ولا حتى بترد عليا. حاولت ارضيها ووعدتها ان دي هتبقى اخر مرة نفذ فيها طلباته، ولو ما نفذش وعده خلاص هسيب الدنيا كده زي ما هي. بصيت لي بحسرة وقريت في عينيها ان مفيش رجوع، نفس الكلمة اللي قالها. سابتني ومشيت وانا طلعت البيت. دخلت على اوضتي وماما جت تسألني اذا كنت جعانة تحضر لي الاكل ولا اكلت بره. قلت لها انا ماليش نفس، محتاجة بس ارتاح من الطريق والسفر. نمت شوية وصحيت كنت جعانة. دخلت المطبخ دورت على الاكل، ولما خلصت دخلت اوضتي. طب انا ازاي هجيب حاجة من قطره؟ هو اصلا لا بيكلمني ولا اعرف حتى حد قريب منه. دخلت على صفحته كالعادة وعناية لمعت اول ما شفت صورته. حفظت الصورة وقررت الصبح انزل اطبعها واكيد هتنفع. كلمت ميار لما صحيت لقيتها في الجامعة. نزلت قعدت معاها شوية ومشيت طبعت الصورة وروحت البيت وقعدت مع بابا وماما شوية، وبعدها دخلت اوضتي. كنت بفكر في اللي سالم هيطلبه مني في ال7 ايام اللي جايين دول. هو في اسوأ من اللي طلبه؟ اتفاجئت برسالة من سالم فيها الطقوس اللي انا مفروض هعملها، وكان اول يوم مطلوب اكتب على منديل تواليت ايات معينة من القرآن معكوسة وارددها وهي معكوسة بعدد مرات معين في مكان مهجور. قفلت الرسالة وقعدت متنحة. طب عكس الآيات وكتابتها سهل، إنما أرددها معكوسة في مكان مهجور دي ما كنتش عارفة هعملها إزاي. خدت مفتاح الشقة واتسحبت من غير ماما ما تحس
كانت الساعة تقريبا داخلة على 10. نزلت وبدأت ألف حوالينا لحد ما بعدت عن البيوت، وطلعت المنديل وبدأت أردد المكتوب عليه، ورجعت البيت. دخلت أوضتي وأنا حاسة إن جسمي كله عمال بيتنفض. اتغطيت ونمت. حلمت بكامل يومها لأول مرة في حياتي. كان بيضحك وجاي عليا لوحده وهو مبتسم. كنت مبسوطة أوي لما صحيت من النوم. كلمت ميار، ما ردتش عليا. كنت عايز أنزل الجامعة علشان أشوف كامل، بس ماما طلبت مني إن أنا أروح معاها عند جدتي لأنها تعبانة. كنت فاكراها مشوار في السريع وهنرجع، بس للأسف جدتي مسكت فينا نقضي اليوم عندها ونبات، وأنا ما كانش ينفع أبات عندها. سالم كلها ساعة ونص ويبعت لي طقس اليوم التاني. كلمت بابا وعدى عليا أخدني في سكته، وأول ما دخلت الشقة جريت على أوضتي وقفلتها وقعدت على السرير وبدأت أخد نفسي. بعدها بكام دقيقة جات لي رسالة من سالم فيها طقس اليوم التاني. طلب مني إن أنا أقص أطراف شعري وارميها في الحمام. جبت المقص ونفذت كل حاجة وبدلت هدومي ونمت. حلمت برضه بكامل، بس المرة دي صوته كنت سمعاه لكن مش شايفاه. كان بينده عليا والصوت كان قوي وبدأ يختفي كأنه بيبعد. ومع آخر مرة سمعته منه فتحت عينيا وصحيت من النوم. قضيت اليوم في البيت مع بابا، جمعة وأجازة وكده، لحد ما يجي الميعاد. دخلت الأوضة واستنيت الرسالة اللي فيها مهمة اليوم التالت. طلب مني أخد تيشيرت من عندي وأجرح نفسي وأمسح الدم اللي هينزل من الجرح ده في التيشيرت، وبعد كده أخده وارميه في نفس المكان المهجور اللي قريت فيه القرآن بشكل معكوس. نفذت كل حاجة واستأذنت من بابا إن أنا هنزل أجيب حاجات من السوبر ماركت اللي تحت، ورحت عند المكان نفسه ورميت التيشيرت ورجعت البيت تاني. لقيت مكالمة من ميار وقعدنا نرغي لحد ما النوم سرقني. والمرة دي كنت في مكان ضلمة، أنا اللي كنت بنده على كامل، وفجأة جه من ورايا واخدني في حضنه، بس كان جسمه بارد. كنت بتمنى أفتح وأغمض ألاقي الوقت جري والنهار خلص والليل جه، علشان أعرف رابع يوم إيه اللي مفروض كنت أعمله. جاتني الرسالة زي كل يوم. طلب مني إن أنا أنام من غير وضوء ولا أذكار، واطفي أي قرآن شغال في الشقة، واقفل الأوضة عليا. نفذت كلامه ونمت، بس وأنا نايمة كنت بتقلب وفجأة فتحت عينيا بدون مقدمات. لقيت كامل قاعد جنبي وبيضحك لي. غمضت عينيا وفتحتها علشان أتأكد، ما لقيتش حاجة وكملت نوم. اليوم الخامس كان الطقس بتاعه أجهز لبن وتمر وأدخله الحمام وأطلع وأسيب بابه مفتوح. الموضوع كان مريب بس خلاص هانت. وبعد ما نفذت كلامه وقعدت على السرير كنت شايفة خيال بيتحرك في الحمام وفجأة اختفى. وفي اليوم السادس طلب مني ان انا اكتب على ايدي آية الكرسي معكوسة وارسم جنبها نجمة بالدم. نمت يومها ما حلمتش بحاجة. وفي اليوم السابع طلب مني اصوم من المغرب لحد الفجر وافضل صاحية في وقت الصيام بس وانام طول اليوم. وده كان اصعب طقس اتطلب مني، بس عدى. ميعادنا بكرة، هاخد الصورة معايا علشان اديها له. خلاص ميعادنا بكرة، هاخد الصورة معايا علشان اديها له. رحت له انا وميار، كان وشه مبتسم وقال ان الخادم حضر والمرة دي قوي. اخد الصورة وطلب مننا نروح له بعد 15 يوم بالتمام والكمال. مشينا من عنده وانا فرحانة قوي، اخيرا حلمي هيتحقق. عدى اول يومين ومفيش حاجة حصلت، بس بعد كده بقيت احس بنفس حد معايا في الأوضة، ولما اجي استعيذ بالله بحس ان في حد مكتفني وبيخنقني. احساس ان حد نايم جنبي كان مسيطر عليا قوي في اول 7 ايام، لدرجة ان اكلي قل ونومي بقى متقطع. ما بقيتش اطلع من اوضتي. ومع تاني اسبوع بقيت اشوف خيالات وانا صاحية، حد كده شكله اسود وطويل. ريحة الأوضة بتاعتي بقت وحشة جدا. اوقات
كنت ببقى قاعدة في الأوضة وأحس إنها بتترج والحيطان هتتهد عليا، وفجأة ألاقي قدامي الشخص الأسود ده. آخر حلم فاكراه قبل ما أقرر أروح لسالم كان كامل كان جاي وبينده عليا، وفجأة ظهر الشخص الأسود ده ومنع كامل من إنه يوصلني. صحيت يومها وقررت إن أنا لازم أسافر لسالم مهما يحصل. ميار أول ما شافتني اترعبت، شكلي كان تعبان ومرهق، خسيت كتير ووشي بقى باهت. وصلنا الزمالك وطلعنا شقة سالم اللي استقبلنا، وكان باين عليه إنه متوتر. قعدت على كرسي وما كنتش قادر أقف، وميار قربت منه وهي زعلانة وشدته من هدومه وسألته على اللي بيحصل لي. تهته في الأول، بس بعد ثواني قال لها الخادم اللي كان متسلط علشان يخلي كامل يحبني وقع في حبي ومش عارف يصرفه ومفيش رجوع. ساعتها الدنيا ضلمت في وشي وحسيت ان الارض بتلف بيا. كان جوه دماغي صوت بيقول انت ليا خلاص، انا مش هسيبك. مش فاكرة ايه اللي حصل، بس لما فتحت عينيا كنت في المستشفى. بابا وماما وميار كانت جنبي. ماما مسكت ايدي وقالت لي ليه بتعملي كل ده؟ بصيت لميار وانا بعاتبها ازاي هي حكت لهم. بس بعد ما نزلوا الاستراحة اكتشفت ان ميار قالت لهم نص الحقيقة، بس ان انا بشوف خيالات وبسمع اصوات غريبة، واحتفظت بباقي اللي حصل ليا انا وهي. طلعت من المستشفى وعرضوني على دكاترة نفسيين. ما كنتش بتكلم. جدتي قالت لهم ان انا فيا حاجة غلط وانها حاسة بده لما كنت عندها، وراحوا بيا لكذا شيخ. مفيش اي تقدم. يا دكتور آدم، الخيالات موجودة حواليا. الظل الاسود والكائن الاسود اللي بيظهر لي ده انا بخاف انام. 3 سنين وانا في المعاناة دي، مفيش حل. انا قررت انتحر كذا مرة، بس لقيت نفسي ضعيفة مش قادرة حتى انفذ القرار ده، وهو مش بيسيبني انتحر، بيمنعني. طلعت عن صمتي وقلت لها مين اللي بيمنعك؟ والدك؟ قالت لي لا، الخادم، وشاورت على ركن في اوضه الكشف. منكرش ان انا حسيت بنفضة في جسمي، بس سيطرت على نفسي وسألتها مين الشخص اللي مستنيكي بره؟ قالت لي بابا، ويا ريت ما يعرفش بكل اللي حصل ده. هزيت دماغي وسبتها وطلعت علشان اكتب تقرير عن حالتها. نانسي بتعاني من هلاوس سمعية وبصرية ولازم تتحط تحت المراقبة. مقبول وجودها معانا في المصحة لفترة علشان نتأكد انها مش هتأذي نفسها ونعالجها صح.